خلطة رهيبة لتبييض وتنعيم الجسم وتفتيح وتبييض الوجه والبشرة. هذه الخلطة عبارة عن كريم راح نصنعه وحدنا في الدار لتفتيح البشرة، لتبييض الجسم، بياض كبياض الثلج، تصفي الجسم وتبيضه وتزيل أي بقع أو آثار أو اسمرار في البشرة تاعك. تقدري تعتمدي هاد الخلطة قبل أي مناسبة. إذا عندك هكا مناسبة تقدري ديريها لتفتيح وتبييض الجسم، وأيضا ننصح بها بزاف العرائس لأنه تبيض الجسم بطريقة خرافية، تعطيكم نتيجة من أول استعمال. فقط طبقوا معايا الوصفة بالشرح اللي راح نشرحها معكم والطريقة والخطوات، وإن شاء الله بإذن الله راح تنفعكم بزاف وتفرحكم. وتقدروا ديروا هاد الخلطة أيضا يعني قبل العيد، ولا يعني قبل رمضان، ولا قبل أي مناسبة. الخلطة جد ممتازة في تفتيح وتبييض الجسم والوجه. سلام البنات، مرحبا بكم في قناة حوادث تي في 2. إن شاء الله تكونوا كغاية وإن شاء الله صحتكم تكون بخير. ما تنسوش تشجعوا فيديو بجيم وتعليق، لأنه التشجيع تاعكم هو اللي يخليني دايما نشارككم وصفات تكون جديدة وفعالة وأكيد بسيطة واقتصادية، يعني كاع تقدروا ديروها وإن شاء الله تنفعكم وتفرحكم النتيجة. ومتأكدة يعني إذا درتوها راح تدعوا لي بزاف، لأنه وصفة بسيطة لكن نتيجة تاعها واش نقول لكم هبال. نحتاج اولا بسم الله، نحتاج صابون الطرف ولا صابون طاووس، المهم الصابون هذاك اللي ما فيه حتى ريحه او حتى مواد، كاين اللي يقولوا له صابون طرف. نحتاجو الصابون هذا الطبيعي، وراح تجيبي مبشره ولا حكاكه وتحكيه ولا تبشريه في الجهه الرقيقه. الوصفة معروفة عند لي كوافوز، وأيضا كانوا يديروها يعني بكري، يعني في القديم كانوا يديروها يعني النساء كانوا يصنعوها ويديروها. المهم أنا هنا بعد ما تحصلت على مبشور الصابون راح نزيد عليه، راح نحطه أولا في غرفية ولا في زلافة باش نقدروا نخلطوا معه المكونات الأخرى. ما تنسوش تبارطاجوا الفيديو مع صحاباتكم وتحتفظوا بالفيديو، لانه متاكده يعني راح تحتاجوه قبل اي مناسبه، ولا اذا كنت عروسه ان شاء الله تطبقيه قبل العرسه تاعك باسبوعين، ولا راح يعطيك نتيجه بزاف شابه، يبيض لك الجسم تاعك ويوحد لونه ويخلصك من اي بقع او اثار ولا اي يعني لي طراس لي طاش كاع، راح يهنيك منهم، حتى هذاك الشعر الزائد ويخفي. اذا كان عندكم شعر زائد في الجسم ولا في الوجه راح يعني يشقره ويخفيه. المهم من بعد راح تجيبوا لوكسيدون يكون رقم 20، وتحطي واحد 3 ملاعق كبيرة من لوكسيدون، وتخلطي يعني هذاك لوكسيدون مع صابون طرف، وتخليه مدة 5 دقائق حتى يتفاعل. وكيما على بالكم صابون طرف راح ديروه على حساب، يعني إذا درتي كمية كبيرة تاع صابون طرف باينة بلي راح تضاعفي الكمية تاع لوكسيدون. أنا درت غير شوية. شوفوا أنا هنا راح نخليه مدة 5 دقائق، من بعد راح نرجع معكم الآن بعد ما يعني وقفت الفيديو وعاودت رجعت. شوفوا بعد 5 دقائق راح تحسوا أنه راح يولي كيما الكريم، يعني راح يطلق هذاك صابون طرف مع لوكسيدون راح يطلق. شوفوا وما تخافوش يعني من هاد الوصفة، بالعكس يعني تبيض فقط هي سر هاد الوصفة، راح ديريها وما تخليش بزاف. يعني هاد الوصفة كي ديروها ما تخلوش يعني ما تخلوش بزاف. دوك نزيد نشرح لكم كيفاش. والوصفة يعني ما تحسس البشرة، لأنه راح نزيدوا لها مكون راح يطفي هذاك التفاعل. رد الوصفة يعني ما يخليش البشرة تتحسس ولا تتهيج، وهذه الوصفة يعني مجربة أكيد قبل ما نبارطاجيها معكم، هذه أكيد مجربة. شوفوا راح تجيبوا يعني ياغورت طبيعي ولا زبادي طبيعي ولا بتي سويس. المهم وراح تحطي ملعقتين من الياغورت الطبيعي. أنا ما كانش عندي درت بتي سويس هذا تاع يعني الصغار عادي. حطيت أيضا ملعقتين، وراح نخلطوا هذا الكريم ولا هذه الخلطة السحرية بهذا الشكل. وكما قلت لكم هذه الوصفة يعني يعني إذا خفتي تقدري ديري تيست وتجربيها على منطقة صغيرة في يدك ولا في الرقبة، لكن يعني يعني أنا ننصحكم تقدروا ديروها للجسم تاعكم بلا ما تخافوا، لأنه تعطيكم نتيجة فورية في التبييض، وما يعني ما تعمل حتى تحسس وحتى تهيج للبشرة. فقط يعني ما تخلوهاش وقت كبير، يعني تخلوها بالنسبة للجسم شوفوا كي ديروها راح تخلوها مدة 10 دقائق. أما بالنسبة للوجه يعني للبشرة الوجه تاعكم تخلوها مدة 3 دقائق فقط، يعني
ماشي ديريها وتخليها مدة 20 دقيقة ولا نصف ساعة، أكيد يعني راح تحرقك. نتيا ديريها غير 10 دقائق وغسليها وراح تعطيك نتيجة رائعة. وهاد الوصفة تقدروا ديروها تدوها معكم حتى للحمام، وديروها معكم في الحمام، يعني كي تكملوا تغسلوا كاع ديروها، راح تبيض وتصفي وترطب البشرة. شوفوا انا هنا درتها على اليد تاعي، راح يعني نخليها شويه، خليتها فقط واحد لمده 4 دقائق، ما خليتهاش بزاف. من بعد راح نغسلها يعني معكم باش تشوفوا النتيجه امامكم. قبل ما تغسليها راح تبدي هكا تفركيها، يعني اعطيها الوقت هكا، فركها بحركات دائريه. هاد الوصفة تصلح حتى اللي عندهم يعني هذاك البرونزاج ولا يعني هذاك الاسمرار تاع البحر، تصفيه وتقلعه. وكما قلت لكم حتى اذا كان عندكم هذاك الشعر الزائد، راح تشقره وتفتح الشعر الزائد، يعني الوجه تاعك ولا الجسم راح يولي يشعل ابيض صافي وعلى ضمانتي. فقط جربوها وشاركوني تجاربكم في صندوق التعليقات، ومتأكدة راح تنفعكم وتعجبكم. هنا بعد ما غسلت اليد تاعي شوفوا النتيجة. شوفوا انا هنا درتها فقط على هاد الجهه تاع اليدين. شوفوا الجهه تاع الاصابع قعدت كما هي، لانه ما درتش فيها الخلطه. شوفوا جهه اليد يعني تحسوا تفتيح، وشوفوا جهه الاصابع نتيجة رائعة. يعني مع العلم قلت لكم ما خليتهاش بزاف. بالنسبة للوجه تاعكم، يعني كي ديروها للوجه تاعكم ما تنسوش ديروا للرقبة، باش يعني ماشي فقط يجي عندكم تفتيح في البشرة والرقبة تاعكم تقعد مسمرة. كي تابليكيها يعني كي ديريها ديريها للوجه والرقبة، وخليها مدة 3 دقائق ولا وغسلي. اما بالنسبة للجسم تقدري تخليها حتى على 10 دقائق. واذا كانت يعني عندك رقبة تاعك مسمرة بزاف، تحسي انه غامقة ومسمرة، تقدري تخليها حتى 10 دقائق. يعني ديري يعني تابليكي الخلطة، يعني تابليكي على الرقبة تاعك يعني مع الجسم. وكما قلت لكم تقدروا ديروها في نهاية الحمام، يعني بعد ما تحمي وتغسلي وتنظفي الجسم تاعك ديريها، من بعد تشلي وتخرجي. ننصح بها بزاف العرائس، لانه تصفي لكم البشرة تاعكم وتخليكم يعني واثقين من نفسكم، لانه راح تبيض وتصفي الجسم وتخليه بيض كبياض الثلج. وللامانه هذه الوصفه ما ديروهاش يوميا، هذه الوصفه ديروها فقط يعني مرة في المناسبة. مثلا يعني جاء العيد وبغيتي تصف يعني ديريها قبل العيد، ولا ديريها قبل مناسبة، قبل خطوبة، ولا عندك عرس، ولا يعني كنتي عروسة. يعني ديريها فقط في المناسبات، ماشي يعني استعمال أسبوعي ولا كل يوم، فقط مرة ديريها. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. أي استفسار كتبوا لي في صندوق التعليقات، وإن شاء الله الله نجاوبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشجعوا الفيديو بجيم وتعليق، لانه التشجيع تاعكم دائما يخليني نبارطاجي معكم وصفات اخرى سهله بسيطه وتعطيكم مفعول من اول استعمال. يلا باي باي، مع السلامه.